ده واحد بيقول على لهجة الشرقية انها لهجة تكسف وموضوع سخرية، وده تعليق من ضمن كذا تعليق بيعيبوا على اللهجة وبيجللوا منها. فانا هرد عليكم في اخر الفيديو، لان الفيديو ده هرد على الاسئلة اللي اجت على الفيديو الاولاني اللي هو ليه اهل الشرقية بيتكلموا كده. بس الاول هقول لك على شوية كلام مشهورين في الشرقية. جهز كوباية القهوة اللذيذة بتاعتك واستمتع بلهجة الشرقية. وكل الكلام اللي هقوله ده على سبيل المثال وليس الحصر. عندكم مثلا مركز ولاد صقر بيضيفوا في اخر كلامهم ياء مكسورة، زي مثلا لما يقول عمي يقول عمي، وبدل ما يقول صاحبي يقول صاحبي، واي حاجة على نفس السياق هيقولها بالطريقة دي، عمتي خالتي صاحبي وهكذا. نيجي لمركز كفر صقر. كفر صقر ممكن تسمع كلام مثلا زي هي هتهوي منك يعني هتخرف، وممكن يقولوا ايه الحتة بتشتي يعني الدنيا بتمطر. ولو رحنا مركز ابو كبير ممكن تسمع كلام زي يمت. يمت يعني اتجاه، يقول لك ايه انا قاعد يمت الاراضي كده يعني ناحية الاراضي. وفي كلمة الحتة دي يعني المكان، مثلا يقول لك الحتة دي بتاعتي يعني المكان ده بتاعي، او يقول لك دي حتتنا يعني منطقتنا. في هي مثلا ممكن تسمع كلمة ندي، يقول لك الراجل ده ساكن ندي يعني ساكن قصادي. ممكن تسمع مثلا قوم فز وغور من هنا يعني قوم امشي من هنا. وكلمة شين، يقول لك الواد ده شين مش بحبه يعني الواد ده وحش. في كلمة تانية زي ايه هو انت خزيان يعني انت مكسوف او محرج. في قرية اسمها كفر عجيبة تبع مركز هي برضه، بعض الناس بيقلبوا الالف بدل ما هي تبقى اي، يعني مثلا بدل ما يقول لك احمد يقول لك احمد، بدل ما يقول لك احمر يقول لك احمر. يا رب اكون عرفت اقولها صح. في مدينة طوخ مثلا تبع المركز ابو كبير بينطقوا كلمة شباك شباك، افتح الشباك. مركز الابراهيميه مميزين في كلمه اجا اللي هي في الشرقيه العموميه ايجا، وفي القاهريه جه. وعندك مثلا بيتلكك، الواد ده شكله بيتلكك يعني بيتحجج. وفي منيا الجمح ممكن تسمع كبابي بدل كوبايات، جيب يد الكباب اللي عندك ده علشان نصب الشاي. وفي مركز ابو كبير وفاجوس ممكن بعض الناس يقولوا على الارقام 11 و12، وبيقولوا على اخت الزوج عمه. وعندك مثلا كلمه بالله عليك، دي واحده من اللازمات اللي موجوده عندهم. في بعض المناطق في العموم ممكن الام تقول لبنتها كد شعركي يعني سرحي شعرك. وفي كلام بقى في العموم في الشرقيه تما بيتقال، مش لك دعوه علشان الله الوكيل 3، انت مش راجل جدع لو مش عملت اشتراك، مش تنسى تعمل اشتراك. وعندك كلمة إيجا دي مشهورة في الشرقية. وطبعا كلمة مش اللي بتتقال في أول معظم الكلام، مش هعمل مش هجيب مش هروح. ومنين؟ امال انت منين يا باشا؟ في العادي بيقولوها منين يه واحد. اصل واضح كده ان احنا حدانا مش شبه حداكوا خالص. خلاص يا ابا روح انت هناك اقعد معاهم وانا هدني قاعد هنا. مش معنى اني بقول ان البلد الفلانية بتقول كلمة او بتنطق كلمة بالطريقة الفلانية ان البلد كلها بتقولها بالطريقه دي، لا طبعا. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات الموضوع اختلف تماما، وبقى اغلب الناس ما بتتكلمش كده بسبب اختلاط الناس بالمحافظات والمدن التانية. لكن الكلمات والجمل اللي اتقالت دي اتشهرت في الاماكن دي، وطبعا هتلاقيها موجوده في مناطق تانية، لان اللهجه مش حكر على حد ولا ملك لحد. طيب ايه موضوع ان الشرقيه عزموا القطر ده؟ ده سؤال من ضمن الاسئله اللي اجت على الفيديو اللي فات. الشراجوه عزموا القطر ده مثل شعبي بيتقال كنايه عن كرم اهل محافظه الشرقيه، وناس كتير بتردد وتقوله لما تقابل حد شرقاوي لاول مره من باب الود والذوق في الكلام. ده الشراجوه عزموا القطر يا عم. لكن المثل ده تحديدا وراه قصه حقيقيه حصلت من حوالي 100 سنه. في سنه 1917 في قطر اتعطل فجاه في قريه تبع المركز فاجوس اسمها اكياد، والوقت اللي القطر اتعطل فيه كان في رمضان قبل المغرب بشويه، والقطر علشان يتصلح كان هياخد اكتر من ساعه. اهل القريه خدوا بالهم وقعدوا يفكروا ويسالوا نفسهم الناس اللي في القطر دي هيفطروا ازاي. وبعدها اهل القريه بداوا يجيبوا صواني مليانه اكل من بيوتهم وفرشوا على الارض وعملوا مائده كبيره ونزلوا الناس من القطر وفطروهم وعملوا معاهم احلى واجب. والناس فطروا وكله تمام لحد ما القطر اتصلح ومشي. القطر اتحرك ومشي وخد معاه قصه فضلت مشهوره عن كرم اهل الشراجوه، ومن ساعتها ظهر المثل الشهير الشراجوه عزموا القطر. لكن اللي انت مش تعرفه ان الموضوع بتاع القطر ده اتكرر اكتر من مره وبرضه في الشرقيه، واخر مره تقريبا كان في رمضان 2019 يوم 10 رمضان. القطر المره دي اتعطل في مدينه ابو حماد قبل الفجر بشويه، واهالي القريه على طول بداوا يقدموا سحور للناس اللي في القطر علشان يتسحروا قبل ما الفجر يأذن. فالشرقيه بلد الكرم يا محترم. انا مش عايزك تزعل يا اب، وجميلك ده هو على راسي من فوق. ند سكوتك وادبك ده هو لازم تيجي تتغدى حدانا، حد الله ما ينفع يا اخي. حلفان على حلفانك، الله الوكيل 3 اللي تيجي تتغدى حدانا، ده احنا عيله الكرم يا اخي. ده احنا طبخين رز وبسله ولحمه مهموكه همكه موت. اي والله. طب احنا قاعدين اهوت بنشرب كوبايتين شاي وبناكل سفندي لحد ما تيجي، هنستناك. اوعى تتاخر، حد الله يزعل منك على اولى. ماشي يا قمر.
سلام يا روح، السلام يا حس، السلام يا. مش دي صاحبك اللي داره يمة الترعه؟ ايوه هو جمال ابو جمعه. الواد دي جدع مش تخسره. والحوار اللي حصل حدا الارض بيأكد كلامك. حجه حجاني؟ اصل الارض بتاعت ابوه ندي الارض بتاعتنا، وابوه اصلا مغايبن وممكن يطرشك بالكلام، وانا خلقي ضيق وممكن ازعبن عليه، لان حصل مشكله بسبب الجنبيه اللي بيننا. والله يبارك للواد جمال ابو جمعه حل الموضوع. لا يا اخي، واهم حاجه في الموضوع اللي عجبني فيه انه وقف مع الحق. ما انا قلت لك الواد دي جدع. امال احنا ما بنعرفش غير الجدعان يا اخي، ربنا يخليهولي. ايه اصل اللهجه واجت منين اصلا؟ اللي انا اقدر اقوله لك اللغه العربيه اجت مصر ازاي اصلا، وساعتها هتفهم ليه لهجه الشرقيه والصعيد مميزين. بعد الفتح الاسلامي لمصر اللغه العربيه بقت هي اللغه الرسميه للديار المصريه، وده نفس الحال في اغلب اقطار الدول الاسلاميه. لكن النقطه المهمه ان المصريين كانوا على درايه باللغه العربيه قبل الفتح الاسلامي، وده من خلال التجاره مع قبائل العرب في سيناء والجزء الشرقي من دلتا النيل، وده مربط الفرس. وعايزك تركز في الحته اللي جايه دي. تقريبا اللهجه المصريه اتشكلت لاول مره في الفسطاط اللي هي العاصمه الاسلاميه الاولى لمصر، اللي هي الان جزء من القاهره. وركز انا هنا بقول اللهجه المصريه لان اللغه العربيه دخلت مصر اللغه العربيه، لكن في مصر اتشكلت اللهجه المصريه اللي هي الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها في العموم. طيب اللغه العربيه دخلت مصر واتشكلت اللهجه المصريه، طيب ليه لهجه الصعيد مختلفه عن باقي لهجات المحافظات كلها؟ وليه الشرقيه قريبه منها في بعض الكلمات مع انهم بعيد عن بعض؟ بسبب هجرات القبائل العربيه لمصر قبل ظهور الاسلام، وكانت محافظات الصعيد على صله قويه بشبه الجزيره العربيه، لان ما كانش بيفصل بينهم غير البحر الاحمر، فيا دوبك يعدوا البحر الاحمر يبقوا في الصعيد. ومعظم القبائل استقروا في المناطق دي، ولحد الان محافظين على بعض العادات والتقاليد الخاصه بيهم. طيب ايه علاقه الشرقيه بالموضوع؟ محافظه الشرقيه كانت بتعتبر البوابه الشرقيه لمصر، وعلشان كده من الناحيه الثانيه حصل هجرات لبعض القبائل العربيه للشرقيه، وده السبب اللي خلى في بعض التشابهات في لهجه الشرقيه والصعيد، وكمان في بعض الطباع. فيقول لك الشراجوه اولاد عم الصعايده. كل الكلام اللي بقوله ده مش كلامي، ده موجود في كتب التاريخ وموجود على الموسوعه الحره في ويكيبيديا، يعني ما بقولش كلام من عندي زي اغلب التعليقات اللي اجت على الفيديو اللي فات. وبالنسبه بقى للتعليق اللي قال برر براحتك وقول زي ما تقول، من الاخر دي لهجه تكسف وموضوع سخريه. اللهجه الشرقيه مش مجرد كلام بنتكلم بيه، هي روح وتاريخ وثقافه متوارثه من جيل لجيل، وبدل ما نعتبرها حاجه تكسف لازم نفتخر بيها، لانها جزء من الهويه اللي بتجمع اهل الشرقيه على مر العصور. وكل محافظات مصر ليها طريقتها واسلوبها في الكلام، وده بيدي لمصر تنوع وتفرد مش موجودين في اي مكان تاني. احنا بنحب لهجتنا وبنعتز بيها لانها مش بتعبر عن كلام بس، دي بتعبر عن ناس طيبين وجدعان وكرمة، ولازم الواحد يتعلم يقبل ويحترم التنوع، ولان ده بيربطنا ببعض بطريقه مختلفه، وكأن كل لهجه بتفتح لنا باب جديد علشان نفهم ناسها وثقافتهم وحكاياتهم. كده خلصت، ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم على خير.